هعمل معاكم الشوربه بطريقه سهله وناجحه جدا. بعد ما جربت طرق كتير قوي لعمل الشوربه دي تعتبر انجح طريقه. بخطوه واحده بس من غير ما تضيفي نقطه زيت او زبده او سمنه هتعملي شوربه طعمها في منتهى الجمال، ريحتها هتجيب معاكي لاخر الشارع، ولونها اللهم بارك خطير جدا زي ما انت شايفه. تنفع معاكي في جميع الاستعمالات، لذيذه جدا وتشرفك لو قدمتيها لضيوفك بالطريقه دي، وتقدري تدخليها في اي نوع خضار انت حباه. بجد الوصفه في منتهى الجمال. عايزاكم تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات، وتعالوا بينا نشوف التركه الخطيره اللي هتدينا شوربه بالجمال ده. اول حاجه في حله فاضيه على نار عاليه جدا، الحله ما فيهاش اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه ولا زبده. هبتدي انزل بالفراخ بتاعتي على الناحيه اللي فيها الجلد، وشايفين الفراخ شمعه منوره ازاي. السر بتاعها هقوله لكم في اخر الفيديو مع شويه نصايح مهمه جدا. زي ما قلنا هننزل بالفراخ بتاعتنا على ظهرها على الناحيه اللي فيها الجلد بالشكل ده، وبمجرد ما انزل بكل كميه الفراخ هبتدي اقلبها على طول على الناحيه الثانيه، ما سيبهاش كتير، يعني يا دوب اخلص كميه الفراخ اللي معايا اكون قلبها على الناحيه الثانيه، لان الحله ما فيهاش اي ماده دهنيه. انا بس عايزاها تاخد صدمه علشان اتاكد ان هي تنضف تماما من الزفاره. تمام بالشكل اللي شايفينه ده. وعلى طول بمجرد ما قلبت الفراخ هبتدي اضيف البصل. اضيف هنا حوالي 5-6 بصلات، انا بحب اسلق بصل كتير مع الشوربه، بس هما 2 متقطعين 4/4 كفايه جدا. اضيف كمان طماطميتين كبار متقطعين ل4/4 وجزرايه. الخضار ده بيعلي القيمه الغذائيه بتاعه الشوربه وبيديها طعم ولون في منتهى الجمال. وكمان هبتدي دلوقتي اضيف البهارات، عباره عن فلفل اسود ورق لوري وحبهان، مش اكتر من كده، والملح مش هضيفه دلوقتي. هقلب بقى في الفراخ بتاعتي مع الخضار ده، هتبتدي تنزل ميه كده. اركز مع الميه، هوريكم دلوقتي الميه دي بتكون قد ايه وامتى يعني اتخلص منها، او مثلا ايه الصح اللي انا اعمله وانا بعمل شوربه الفراخ علشان تطلع مميزه جدا. انا بس كل المطلوب مني اكون مركزه مع الفراخ، يعني اقلبها من وقت للتاني بالشكل ده علشان ما تلزقش، وهي بتكون منزله شويه ميه شبه اللي شايفينهم دول. اول ما الاقي الميه دي قربت تنشف ابتدي اضيف للفراخ بتاعتي ميه مغليه، لازم ميه مغليه. اغلي بقى ميه جنبك على البوتاجاز او ممكن في الكاتل المتوفر فيهم عندك. تمام، تبداي تضيفي ميه مغليه وما تضيفيش كتير، يا دوب تغطي الفراخ بتاعتك او اقل كمان، تكون الفراخ باينه من فوق علشان الشوربه تطلع معاكي مظبوطه، طعمها في منتهى الجمال. بمجرد ما بنضيف الميه المغليه بنغطي على الفراخ بتاعتنا ونسيبها تغلي على نار عاليه جدا. اول لما تغلي كده لمده 5 دقايق مثلا اهدي النار عليها، وتجيبي الشوكه بتاعتك بظهر الشوكه كده وتبداي تعصري في الطماطم في جنب الحله بالشكل اللي شايفاه ده. الخطوه دي هتخلي لون الشوربه مميز جدا، وفي الاخر طبعا انت تقدري تتخلصي من الطماطم دي اللي هي ايه القشر بتاعها اللي بيكون متبقي. سبتها حوالي 10 دقايق كده، واول ما لقيتها دخلت في سوا ابتديت اضيف الملح بتاعها. شايفين لونها خطير جدا، ولسه لما تستوي اكتر هيكون بقى لونها اجمل واجمل. كده الفراخ بتاعتي كانت خلاص استوت تماما، ما شاء الله لونها مميز جدا جدا، الطعم مظبوط، وريحتها اللهم بارك تجيب معاكي لاخر الشارع وتفتح النفس على الاكل. حابه اقول لكم كام ملحوظه وانتوا بتعملوا لحمه او فراخ او اي طيور، يعني الحله اللي هتعملوا فيها يعني يفضل انها تكون يا اما الومنيوم يا ستانلس، بجد بتديكي فراخ طعم مميز جدا، والشوربه كمان بتكون مميزه قوي. لازم الميه بتاعتك تكون مغليه، اللي هتضيفيها للفراخ لازم تكون ميه مغليه. واول 5 دقايق الفراخ بتكون على نار عاليه، وبعدين بنهدي النار لحد لما تستوي معايا تماما. الفراخ لازم تكون مغسوله كويس قوي وتكون محطوطه في محلول النقع، لان ده بيفرق جدا في طعم الشوربه والفراخ. وكنت عملت قبل كده فيديو لتنظيف الفراخ، هسيبه لكم في صندوق الوصف، بجد جربوه هيعجبكم جدا جدا. لو وصلتوا لحد هنا معايا حطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات علشان يترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفه المميزه دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شرفوني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا، وشيروا الفيديو لو حابين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.